طيب يا جماعة الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وبداية جديدة ويلا بينا. ما قررت ان انا قرأت الأذكار الحمد لله، وقررت ان انا احفظ قبل ما انام الاول. فده كده اليوم اللي بعد على طول. يعني احنا اللي سمع الفيديو اللي فات اكيد فاهم احنا بنعمل ايه كويس جدا، واللي سمع الاخر يعني اللي سمع الفيديو اللي فات لاخره اكيد فاهم احنا بنعمل ايه كويس جدا. يعني دلوقتي المفروض يعني ده كده بداية جديدة. المفروض يعني بداية جديدة كده على بيض خالص اهو. ارتب بقى الدنيا كده الاول. مكتب يعني الدنيا مش تمام قوي، فارتب الدنيا كده الاول واحفظ. ومفروض بقى بعد ما احفظ اريح شوية واقوم اشد بقى مذاكرة بقى بعدها ان شاء الله يعني. فيلا بينا. وده اليوم التاني على التوالي، فالله المستعان ان شاء الله نعمل سلسلة كده لا تنقطع بإذن الله. دلوقتي الحمد لله يعني ربنا كرم واصريت ان انا ما نمش غير لما اكون حفظت الورد بتاعي. يعني انا حاطط وجه كل يوم بحفظ وجه واحد بس كل يوم اللي بحفظ بس. وكمان عندي تسميع النهارده عند الشيخ. حبيت ان انا احفظ قبل ما انام علشان الحفظ يختمر كده في المخ شويه وانت نايم. ولما اقوم تراجع عليه تاني يبقى لسه يبقى لسه برضه بحالته كده، ولسه طازه كده، ولسه المعلومات حاضره يعني. فاللي هو الحفظ طبعا قبل النوم بيكون مهم جدا، يعني بحيث ان المعلومات بقى تستريح كده. يعني العجينه تختمر في دماغك كده، والدماغ تقدر تستوعب المعلومات وتبدا تاخدها لمخزن الذاكره بقى، والذاكره بآلة المدى وكده يعني. بس فالله المستعان. هقوم دلوقتي كده اكل اي لقمه على السريع واطير الحق انام لي شويه كده قبل الظهر باذن الله، علشان نقوم على اذان الظهر ونبدا شغل برضو من على الظهر او بعد الظهر كده باذن الله يعني. فالله المستعان. انا مش عارف افضل باصص بعيد، مش عارف بس ما علينا يعني، مش مشكله. الحمد لله صلينا الظهر، ودلوقتي هعمل بقى قهوة عشان يعتبر ما نمتش غير 4 ساعات بس. ونوم النهاردة بصراحة بتقوم بتحس ان انت جسمك مدغدغ الصراحة كأنك ما نمتش اي حاجة. ولكن لعله خير، فان شاء الله نعمل القهوة ونبدأ مذاكرة. طيب، ودلوقتي كان حان وقت الغداء يعني، فكان ولله الحمد. وهنستبدل القهوه بشاي. يعني انا اصلا مش من عشاق القهوه قوي يعني، ولا من محبي القهوه قوي، ولا ليا على القهوه جامد. وبحسها كده بصراحه اللي هو حاجه كده بشربها بالعافيه بس وقت الزنقات، يعني لما اكون اللي هو خلاص عايز انام وانا ما ينفعش انام بسبب المذاكره وكده. فنشرب شاي ونبدا اول 45 دقيقه. يعني نبدا اول 45 دقيقه في المذاكره النهارده، فيلا بينا. طيب، هو دلوقتي الإنسان صلى العصر، وذاكرت ما بين العصر والظهر كده بتاع 1.5 ساعة. فده كان شوية كويسين جدا صراحة. جلستين المذاكرة كانوا كويسين جدا الحمد لله بفضل الله. فاضل لي حاجة بسيطة قوي في كمية الكويز بتاعت أحد المواد بكرة، وهيكون باقي النص التاني للامتحان التاني. فالله المستعان. بالنسبة للشباب اللي هي بتحفظ قرآن وكده، في طريقة كويسة جدا في الحفظ يعني، ألا وهي إن أنت بتحفظ في بداية يومك خالص أول ما بتصحى من النوم، يعني أو بعد الفجر. طبعا ده أفضل وقت بلا منازع يعني، أو بلا جدال. وتيجي بقى تكرر المحفوظ بتاعك وتعيده بعد ما تيجي من صلاة الظهر، وبعد ما بتيجي من صلاة العصر، وبعد المغرب، ويا سلام برضو بعد العشاء. ويا سلام لو قمت بقى اللي هو صليت بيه في الليل كده ولا حاجه، فبتلاقي بجد بتثبت الحفظ بطريقه كويسه جدا يعني. فدي بصراحه بحب اطبق الطريقه دي ادي لي فتره. لما بحفظ في بدايه اليوم اجي بعد الظهر
اقعد ايه اكرر مرة او اتنين، اجي بعد العصر اكرر مرة او اتنين، بعد المغرب مرة او اتنين، هكذا. بلاقي بجد لا في تغيير جامد جدا، والموضوع بيثبت بطريقة الحمد لله يعني جميلة جدا يعني. الطريقة دي ربما ممكن الناس ما تعرفش تطبقها مثلا لو بسبب شغل او جامعة او غيره، ولكن الواحد كل ما بتحاول ان انت تطبقها وتجاهد نفسك في الحتة ديت، ان شاء الله ربنا يعينك ويسدد خطك في ان انت تقدر تطبقها يعني. فدلوقتي صلينا العصر وهحفظ بقى تاني او اراجع المحفوظ اللي انا حفظته، ونبدأ نذاكر اخر شوية في الكويز بتاع بكرة ان شاء الله. دلوقتي بقى اللي هو صليت المغرب الحمد لله، ولكني في 45 دقيقة اللي كانوا ما بين جلسة مذاكرة اللي كانت ما بين العصر والمغرب ما لحقتش اخلصها كلها. خلصت يا دوبك منها بتاع حوالي 25 دقيقة، ولقيتني خلصت المادة اللي هي الأولانية اللي هي كانت الميديسن. عندنا بقى امتحان عمل جراحة، ده هيكون سلايدات وكده، محتاجين نحفظها وكده. مذاكر يجي نص يعني الحمد لله، بقالي النص التاني. بس دلوقتي المفروض كده اروح امشي على الكتاب الاول، ولما اجي بقى من عند الشيخ ان شاء الله بعد العشاء كده في ورق بطبعه اروح اجيبه واجي اكمل الجراحة، واحاول انام بدري النهارده عشان ما اعملش نفس اللي عملته امبارح ان شاء الله. بعد ما طلعت من الكتاب رحت طبعت الورق بتاع المواد اللي انا المفروض اذاكره يعني. امبارح كده قعدت مع نفسي، مسكت كل مادة المفروض اللي هو المحتوى يعني المفروض المنهج اللي هيذاكره كده، علشان اوفر على نفسي ان انا ما استخدمش بقى اي الكترونيات وقت المذاكره وكده، وان انا وانا بحب اذاكر بالورقه والقلم صراحه، والورقه والقلم بتاخد وقت جامد، عشان كده بضطر اطبع الورق واذاكر منه كده يعني. رحت طبعت الورق واتفاجئت يعني حطيت فيه رقم محترم جدا يعني. بس يا رب بقى الواحد يجي كل ده بفايدة، يا رب كل ده يجي بفايدة كده ان شاء الله، والترم ده تتستر وتعدي على خير ان شاء الله يعني. اديلي شوية كده عمال اسأل في نفسي، طب ليه كل اللي انت بتعمله ده؟ ليه ساحل نفسك السحلة الكبيرة خالص دي وعمال تصور وتعمل وليلة كبيرة كده وبتاع، ومن جوايا في احيان كتير خالص بكون اللي هو خايف لا يكون الامر كله دنيا بالنسبه لي يعني، بجد خايف لا يكون كل ما في الامر ان انت عايز دنيا بس. ربنا في القرآن بيقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فانت ممكن تكون كل اللي انت بتعمله ده ما هو الا دنيا، ما انت مش عاوز منه غير دنيا بس. ممكن كل ده في الاخر عند ربنا انت مالكش حاجة. فبصراحة الحتة دي يعني خوفاني شوية، خوفاني جامد يعني جدا يعني. ولا وخوف بجد اللي هو من جواك، اللي هو لدرجة ان هو ممكن يوصلك في اوقات كتير ان انت ممكن تسيب كل ده وما تكملش، خوفا من ان يكون ان انت دنيا هي دنيا. فبصراحة مش عارف الصراحة، نفسي اسيب اثر يعني، الواحد نفسه يسيب اثر طيب ينفع حد من بعد مماته يعني. ولكن مش عارف هل ده هيكون هو ده السبيل ولا في سبل تانية، هل ده هو الطريق ولا في طرق تانية أفيد بكتير يعني. فالأمر ده محير بعض الشيء يعني، بس ولكن خير الله المستعان. ادينا ماشيين في الطريق ده لحد ما يظهر طريق جديد، يمكن يظهر طريق تاني مختلف ويكون هو الصح يعني. بس فإلى حين ظهور هذا الطريق هنكمل في الطريق ده إن شاء الله. يمكن لعل وعسى ربنا يرشد حد أو ينفع حد ولو بكلمة واحدة بس من اللي بتتقال، وتكون سبب لهداية حد في الدنيا، وتكون سبب لنجاتنا احنا في الآخر إن شاء الله. فربنا يسددنا ويسدد خطانا وينفع بينا. ودعوتكم ان الانسان يكون والله يدري شويه بدأ ربنا بيقول له اللهم اجعلني من مريد الاخره ولا تجعلني من مريد الدنيا. بالرغم ان السحله اللي انت ساحل فيها نفسك ديت بتحطك جوه معمعة الدنيا، فممكن انسحب في اي وقت
عادي جدا بالنسبة لي بصراحة، ولكن خير، الله المستعان. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، إن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية جاية. كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.